الولد ده رمى إزازة مية معدنية في حوض نحاسي وما خدش باله. كان ناوي يقوم يمشي، بس فجأة لقى عدد كبير جدا من إزازات المية طالعين من الحوض ومصدقش نفسه، فحب يجرب حاجة تانية. رمى كيس إندومي وفعلا لقى مئات الأكياس داخل الحوض. في اللحظة دي فهم إن الحوض ده كنز بالنسبة له. قرر يبيع كل اللي معاه واشترى سبيكة ذهب ورجع بسرعة وحطها في الحوض، وبعد شوية لقى مئات السبائك الذهبية مالية الحوض. الولد طار من الفرح وحس إنه خلاص هيعيش حياة مرفهة لأنه بقى عنده كنز. بس لاحظ حاجة، كل السبائك اللي طلعوا كان عليهم نفس رقم التسلسل. هنا جات له فكرة، قال يسيح الذهب ويعمل منه كتلة ذهب كبيرة، وفعلا راح بيها لمحل ذهب علشان يبيعها. صاحبه المحل أول مرة تشوف كتلة ذهب بالحجم ده، وبعدها صرف فلوس كتير، اشترى فيلا، هدوم شيك، وجاب خدم كتير يخدموه. بس في الآخر الراجل كان نايم وكل ده طلع حلم.